بيتزا دايت يا جماعة ما فيهاش اي حاجة خالص، ولا دقيق ولا خميرة ولا نستناها تخمر، ولا زبدة ولا زيت ولا اي اضافات نهائي نهائي نهائي. بيتزا خفيفة وهشة موت موت موت. تعال نشوف الطريقة بتاعتها. نقول بسم الله ونقطع جبنة قريش. كنت شايلاها في التلاجة في مية في التلاجة قبلها بليلة علشان تشيل منها اي ملوحة لو موجودة فيها، واقطعها بالسكين وابتدي اهرسها كده بالهراسة او بشوكة او باي حاجة متوفرة عندي. بالظبط كده. ابتدي اجيب بيضتين بدرجة حرارة الغرفة يكون افضل، وحبة رشة من الفلفل الاسود، وابتدي اقلب كل الكلام ده مع بعض. عايزة اقول لكم ان انا عاملة كتير فيديوهات للجبنة القريش للي عايز يستفاد من الجبنة القريش ويدخلها في الاكل ازاي ويعملها ازاي. عندكم الوصفات على القناة، شوفوا الطرق للجبنة القريش متعددة عندي عاملينها مع بعض هتعجبكم قوي. هنا حطيت طحينة خام عبارة عن 3 معالق كبار من الطحينة الخام، وابتدي اقلب كويس خالص لان الطحينة بتبقى قوية شوية، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من السكر، واخر حاجة معلقة كبيرة من البيكنج باودر. عايزة اقول لكم ان احنا نقدر نضرب ده كله في الخلاط، نقدر نحط ده كله في الخلاط ونخلطه، هيسهل علينا كتير قوي. بس انا حبيت واحدة واحدة اوريكم الطريقة علشان تعرفوا المكونات كويس جدا. بعد كده بالهاند بلندر زي ما قلت لكم، في الخلاط، في الكبة، في اي حاجة موجودة متوفرة عندي، او في مضرب الكهربائي اي حاجة. المهم تنعم لي الخليط وتخليهولي ناعم وسوفت وعجينة متماسكة وحلوة بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالظبط. هو ده القوام المحتاجاه. جبت صينية غير لاصقة دهنتها زبدة، ولو ما عنديش صينية غير لاصقة حرفها رفيع بالشكل ده، بستخدم الصواني العادية جدا الستانلس او الالموني اي نوع، بس بحط لها ورق زبدة ضروري ضروري عشان ما تلزقش معايا. وفي الفرن يا باشا ودخلتها. عايزه اقول لكم ان ريحتها تجنن، طعمها يتاكل حاف. طراوه غير عاديه، طراوه فظيعه شبيهه بالظبط لعجينه الكريب. عايزه اقول لكم ان هي خطيره 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 من غير دقيق، تخيلوا، ولا خميره ولا اي حاجه خالص. فظيعه. هي ممكن تكون حمرت مني على الوش سيكه، بس عايزه اقول لكم ان هي كانت جامده جامده فعلا. الكاتشب وحطه على الوش كده. انا عملنا مع بعض قبل كده صوص البيتزا على البارد من غير اي تسخين او تجهيز في بوست للبيتزا كامل هنزله لكم ان شاء الله في صندوق الوصف باذن الله. جبنه قريش متقطعه سلايزات بالشكل ده او مبشوره، اي حاجه زي ما احنا بنحبها نحطها. ونحط فلفل اخضر، وقطع من سلايزات من الطماطم، وسلايزات حلقات من البصل. مش حابين البصل مفيش مشكله عادي. عايزه اقول لكم البصل جامد 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 في طعم البيتزا، حلو قوي قوي قوي. اخر حاجه ختمت بيها الموتزاريلا. تخيلوا احنا مش حاطين اي حاجه فيها سعر حراري، كلها خضروات وكلها حاجات يعني منتهى منتهى حرفيا حرفيا منتهى الخفه واللذاذه والطعم في الوصفه دي. طبعا محبي الدايت هيعجبهم الفيديو جدا. وبعد كده حطينا كاتشب، واخر حاجه نهينا بيها الموتزاريلا وحطيناها في الفرن. عايزه اقول لكم ان هي ريحتها جايبه اخر الشارع، ريحة وطعم ولذاذة وخفة وهشاشة. بصوا بتطلع ازاي بكل سهولة، بكل سهولة طلعت معايا. زي ما قلنا ندهن الصينية كويس اللي غير لاصقة، او نحطها في ورق زبدة لو مش عندنا صينية غير لاصقة. بصوا شايفين الجمال، اللهم بارك. حلوة قوي قوي وريحتها تحفة، خفيفة موت. والاهم من ده كله ان طعم الجبنة القريش سايح من جوه. عايزة اقول لكم ان الجبنة القريش من جواها سايحة، حلوة قوي قوي قوي. طعمها ظاهر اكنه جبن او ميكس جبن، تحفة، رائع رائع رائع. شايفين الخفة، شايفين اللذاذة. لازم تجربوهم. اللي بيعملوا دايت وخلاص تعبوا من قلة الاكل، لا لازم تجربوا الاكلة دي. خفيفة وما فيهاش اي سعرات حرارية، زيرو سعرات حرارية. لو وصلت لحد هنا في الفيديو بحبكم قوي قوي قوي. متنسوش اللايك والاشتراك سبسكرايب. بحبكم قوي. باي باي.